أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. نيافة الأنبا بطرس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية يقدم كلمة القداس. قائد مركز تدريب قوات الدفاع يوضح البرامج التنموية جاري تنفيذها في ساوا. بناء سد جديد في إدارة مغركا لخدمة الأهالي والماشية. حراك شعبي مستمر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من النيجر. غزة بانفجارات في مخيم للنازحين بالكونغو الديمقراطية. قاذفات روسية تحلق بالقرب من الحدود الأمريكية. إلى التفاصيل. ألقى نيافة الأنبا بطرس بطريرك الكنيسة التوحيدية الأرثوذكسية الإريترية بمناسبة عيد الفصح كلمة القداس، وهنأ نيافته المسيحيين عامة والإريتريين في الداخل والخارج خاصة لإكمال الصوم بسلام، وهنأ أيضا ببلوغ نور القيامة بسلام وأمان، موجها نصيحته الأبوية لقضاء هذا العيد العظيم بمسامحة بعضنا البعض ومعاملة جيراننا وأقاربنا بالحب والاحترام ومشاركة ما لدينا مع من لا يملكون. واختتم قداسة بطريرك الكنيسة التوحيدية الأرثوذكسية في إريتريا كلمته معربا عن أطيب تمنياته بالسلام والمحبة وبالعودة السالمة للمسافرين والشفاء العاجل للمرضى والرخاء والسخاء للمحتاجين. ناقش قائد مركز تدريب قوات الدفاع الإريترية اللواء رمضان عثمان أوليائي مع الجهات المعنية برامج التنمية الموضوع التنفيذ وتقسيم الأعمال في ساوا. وذكر اللواء رمضان أوليائي خلال لقائه مع قادة مركز تدريب الخدمة الوطنية في 30 من أبريل أنه سيتم تنفيذ برامج تنموية متعددة في ساوا، وذكر الأعضاء بالمشاركة الفاعلة. وقال اللواء رمضان أوليائي أنه وفقا لخطة تنظيم وتطوير مؤسسات الخدمات الاجتماعية القائمة في ساوا سيتم في المستقبل القريب تنفيذ أنشطة تنموية واسعة بما في ذلك بناء مساكن حديثة للمعلمين وتحسين خطوط أنابيب المياه وإنشاء خطوط الصرف الصحي، معربا عن إيمانه الراسخ بأن مساهمة ومشاركة أعضاء المركز التدريبي ستكون عالية في نجاحها وتسريعها. كما أعطى اللواء أولياء تعليمات حول الإجراءات التي يجب أن يتبعها القادة في التعامل وتوجيه الطلاب والمدربين الجدد، وقال أنه ينبغي اتخاذ الترتيبات المسبقة لعدد الطلاب الذين سيلتحقون بالدفعة 37. وحث الأعضاء ومقدمي الرعاية الذين يعملون متحملين مسؤولية أولياء الأمور على العمل بلا كلل في إرشاد وتوجيه الطلاب. وعلق المشاركون بأن المعلومات التي تضمنتها المحاضرة والتي قدمت لهم كانت مفيدة جدا في عملهم وأكدوا جاهزيتهم. يجرى إنشاء سد جديد في منطقة مغركا مديرية لوقعنسبة لحل مشكلة مياه الشرب للمواطنين والماشية ولإدخال الزراعة المروية على نطاق محدود. وقال المهندس مسجون عند هيمانوت المسؤول عن العمل إن السد الذي يتم بناؤه بمبادرة من السكان والمواطنين وبدعم عيني من الحكومة يبلغ طوله 11 مترا وارتفاعه 14 مترا ومجرى يبلغ طوله 3.4 كيلومتر، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من أعمال البناء سيكون السد قادرا على استيعاب 170 ألف متر مكعب من المياه. وقال مدير المديرية السيد أبراهام حقوس خلال وضع حجر الأساس إن المشروع يأتي ضمن برامج التنمية التي ينفذها الأهالي، وحث سكان قرى دك داشم ومغركا وعدو والحساب على مواصلة عملهم بتفان حتى يمكن استكمال السد في أسرع وقت ممكن. وقال السكان أن مشكلة مياه الشرب أثرت على سبل عيشهم اليومية، مؤكدين أنهم سيعملون بقوة وروح متفانية لإنجاز المهمة. تم إجراء حملات توعوية في 14 إدارة ضاحية و73 قرية في مديرية عدقيح للقضاء على الممارسات الضارة وزواج القاصرات.
وكان الهدف من البرنامج الذي بدأ في الأول من إبريل المنصرم توضيح وتعزيز جهود وتنسيق المجتمع للحد من الممارسات الضارة ذات العواقب الصحية والاجتماعية والنفسية لدى الإناث. وقال رئيس مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في المديرية السيدة ملحانيت قرماي أنه ينبغي زيادة دور الجهات المعنية والمؤثرة في الجهود المبذولة للحد من الممارسات الضارة. وذكر السيد ولاab قبرز قابيهر رئيس الخدمات الصحية في مستشفى الدغيح أنه من الضروري رفع مستوى الوعي العام لأن الممارسات الضارة لا زالت شائعة في المنحدرات الشرقية. وطالب المشاركون باتخاذ إجراءات تصحيحية ضد المخالفين للقانون ومواصلة الحملات التوعوية بشكل أكثر قوة وتنظيما. قدم تدريب للمزارعين القادمين من جميع إدارات الضواحي في مديرية كرن في 2 من مايو تركز حول رصد تفشي وباء البرنوس الأفريقي والوقاية منه. وكان الهدف الرئيس من التدريب الذي نظمه مكتب الزراعة في المديرية تحت شعار المراقبة الدقيقة للإنتاج الآمن هو زيادة وعي المزارعين بالبرنوس الأفريقي وتشجيعهم على مراقبة بيئتهم بشكل جدي وتقديم معلومات فورية عند رؤيته. كما تم تعريف المزارعين بمصيدة الحشرات الضارة وأجهزة قياس المطر واستخداماتها لإجراء مراقبة تنبؤية لتفشي وباء البرنوس الأفريقي. وقال رئيس مكتب الزراعة بالمديرية السيد يزيد عبد الله أن المزارعين هم الضحايا الرئيسيون للآفات في أراضيهم الزراعية. وشدد على أهمية تحديد واتخاذ الإجراءات في وقت مبكر وتوفير تدريب قائم على المراقبة والتنبؤ وحث المزارعين على وضع تدريب موضع تنفيذ. ومن جانبهم قال المتدربون أنهم اكتسبوا الكثير من المعرفة من التدريب واقترحوا إلقاء محاضرات مماثلة حول الآفات التي يتم رؤيتها بانتظام في المديرية ويجب إيجاد طرق لإدخال أساليب الوقاية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. يتواصل الحراك الشعبي في النيجر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من البلاد في وقت تستعد فيه واشنطن لبدء انسحاب منظم لجنودها. وذكرت منظمات مدنية في العاصمة نيامي أن هنالك مطالبة بضرورة انصياع الولايات المتحدة لقرار المجلس العسكري الحاكم بمقادرة القوات الأمريكية في أقرب الأجل. وفي مدينة لابيرا غربي النيجر قالت مصادر محلية أن مناصرين للمجلس العسكري تظاهروا مطالبين بسحب الجنود الأمريكيين من قاعدة أجاديز شمالي البلاد. وكانت مدن عدة في النيجر بينها العاصمة نيامي شهدت بالفعل خلال الأيام الماضية مظاهرات رفعت خلالها لافتات تطالب بانسحاب القوات الأمريكية. قتل 9 أشخاص على الأقل في مخيم للنازحين في ضواحي منطقة غوامي شرقي الكونغو الديمقراطية وفق مصادر محلية. وأفاد شهود بسقوط قنابل على أكواخ تؤيي نازحين خلال معارك بين متمردي أمن 23 المتمردة وقوات حكومية. وبعد فترة تهدئة استمرت 8 سنوات استأنفت الحركة التي يهيمن عليها توتسي عملها المسلح في أواخر العام 2021 وسيطرت على مساحات شاسعة من إقليم شمال كييفو الذي يبعد نحو 40 كيلومترا إلى شمال غرب العاصمة الإقليمية غوامي. ولم تتضح أسباب الانفجارات، لكن المتحدث باسم الحكومة باتريك حمل مسؤوليتها إلى الجيش الرواندي وإرهابي M23 المناصرين له. أفادت مصادر روسية بتحليق قاذفتين استراتيجيتين قرب الساحل الغربي لولاية ألاسكا. ونقلا عن روسيا اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز توبلوف 95 وبقدراتها على حمل رؤوس نووية طارت لمدة 11 ساعة فوق المياه القريبة من ألاسكا، واستغرقت الرحلة أكثر من 7 ساعات.
أطلقت الصين المسبار القمري تشانغ 6 من قاعدة وانجوينغ الفضائية في مقاطعة هيبان الجنوبية على متن الصاروخ الحامل لوانغ مارش. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية إلى أن المهمة تتولى جمع عينات من الجانب البعيد للقمر وإعادتها إلى الأرض. وفي العام 2019 أطلقت بكين المرحلة التالية من برنامجها القمري، مما أدى إلى هبوط أول مركبة على الجانب البعيد من القمر. وأصبحت الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي التي تكمل مثل هذه المهمة. وتتوقع بكين إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. نيافة الأنبا بطرس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإرثرية يلقي كلمة القداس. قائد مركز تدريب قوات الدفاع يوضح البرامج التنموية الجاري تنفيذها في سهوة. بناء سرب جديد في إدارة مغركا لخدمة الأهالي والماشية. حراك شعبي مستمر للمطالبة بخروج القوات الأمريكية من النيجر. قتلى بانفجارات من مخيم للنازحين بالكونغو الديمقراطية. قاذفات روسية تحلق بالقرب من الحدود الأمريكية. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.